يوم 28 الجاي هيتعمل حفل شيطاني ماسوني عند الهرم للرابر ترافيس سكوت، وده شخصية معروفة وعليه علامات استفهام كتيرة جدا لأنه له سابقات قديمة. مات في حفلته حوالي 12 واحد واتصاب المئات بسبب أعمال الشغب ونوع الموسيقى اللي بيقدمها، ده غير بجاحة ردوده وإنه ما كانش يعرف ده، غير إنه طبعا تابع لمنظومة الافروسنتريك، وعشان كده أغلب المصريين طلبوا بإلغاء الحفلة لأن حفلته اللي من سنتين كانت كل حاجة غريبة، من اول تصميم شكل البوابه المرعب اللي كانت كانها بتبلع الجماهير، وغير طبعا رسومات الاشخاص اللي كانت على التيشيرت بتاعه وهم بيعدوا البوابات تانية، ده غير ال8 شعلات اللي كانوا على المسرح وده نفس عدد الضحايا اللي ماتوا في الحفله دي. طبعا ده غير لوجو الحفله اللي كان مكتوب See you on the other side اللي هو أراك في الجانب الآخر. لو ده كله صدفة، طب يا ترى إيه هي حروف ال OFIA؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجندة، معكم دينا البنا. حروف ال OFIA دي الشعار الجديد ورمز الهلال والصليب، والحروف بمعنى Owned for Independent Army، مملوك لجيش حر أو مستقل. وحد يقول لي استني بس، موسيقى ايه اللي تموت دي وتعمل هلاوس؟ أقول لك بكل بساطة، زي ما في مخدرات بتموت وشاب وايس وغيره، في مخدرات رقميه بتموت، وفي موسيقى باطنيه بترددات معكوسه بتمجد في الشيطان وابليس، وبتكون بمثابه تحضيره او تقديم قرابين بشريه بيتم تغييب عقولهم في اللحظه دي وبيقعوا واحد ورا التاني. ولان الموضوع خطير فالمسؤولين ما بين لاغينا وما بين لا مش احنا بس المنوطين بكده، عشان القيل والقال، ومنهم الفنانين وغيرهم من الافاقين اللي هو قد ايه احنا راجعين وما عندناش تحضر وضد حرية التعبير والفن ومش عارفين قيمة ترافيس وحفلته ولا كأنه سيف الله المسلول. بس يلا، ما احنا بنموت في الهلس، وهاتك بقى اعتراض اننا بلد غير منظمة وما فيهاش امان وده طبيعي هيضر بالسياحة، وفوق كل ده مفيش قانون يجرم الحفلات الشيطانية دي. وهنا حد يسألني ما تشرحي لنا اكتر عن خطورة الموضوع ده؟ لو اتفرجت على فيديوهات لنوع الموسيقى اللي بيسموها السبليمينال، ودي انواعها كتير، هتلاقي ناس تقولك بتعمل استرخاء وناس تقولك لو ركزت هتغير لون عينيك، وهي في الاصل بتخاطب اللاوعي وبتودي في عوالم تانية، وده لانها موسيقى باطنية بترددات مباشرة وغير مباشرة بتضرب تحت الوعي ومش بتسمعها الودن، وبتدمر كهربة المخ العصبية والغدد الصنوبرية، وبتشقلب كل الهرمونات بسبب الكهرومغناطيسية العالية اللي بتضخ الادرينالين بشكل هايبرة وكميات كبيرة، ووقتها الاشخاص بتكون في حالة هستيريا زي الزومبي كده. ونفس الكلام في ترددات المخدرات الرقمية السمية، ودي بترسل ذبذبات شديدة ومختلفة مباشرة لفصوص المخ وبتعمله تشوه وتقلب معاه بحالات صرع ونوبات اغماء، حاجات كده يعني لا تقولي حشيش ولا بانجو. طيب بلاش، عارف انت كلمة اسعاف اللي بتبقى محطوطة بالعكس عشان يتقرا انعكاسها في المراية؟ هو نفس الكلام على الاغاني. نوعية الاغاني دي لو جيت رجعتها وسمعتها بالشقلوب هتلاقيها عبارة عن شكر وتمجيد وثناء وصلاة للشيطان، وده طبعا بنردده بدون وعي مننا، بس بنعظمه هو بكلمات اغاني معكوسة. نفس الحد هنا هيقول لي بطلي افوره، اقوله لو بصيت حواليك هتلاقي حال الكل منفعل متعصب اهوج متسرع مكتئب متبلد مرهق وزهقان باستمرار وبدون سبب واضح، وده نوع من انواع السيطره والتلاعب بالعقل، زي التلاعب بالالوان والاصوات في الاعلانات التلفزيونيه اللي بتسيل لعابك او حتى بتخليك تنام. وهنا انا مش بكلمك على اغاني المهرجانات والذوق المتدني اللي وصلنا له من الفاظ بذيئه وكبس لي على الشاشه والرقص والعري وبقينا في ذلك فليتنافس المتنافسون. المهم نرجع لمرجعنا. حضرتك لما بتسمع اغاني بتنبسط وبتعيش حاله حلوه كده مؤقته والمشاعر دي بتحركك، صح؟ ليه بقى؟ لان ذبذبات الموسيقى بتكون عدت من ودن حضرتك ومنها الكيمياء المخ، فبتسرح وتعمل لك ألم وإرهاق. وهنا ناخد لفة ونتعرف على أنواع الذبذبات. رقم 1 دلتا، ودي من 5/10 وبتكون 4 ذبذبات على الثانية الواحدة، والزيتا من 4 ل8 ذبذبات في الثانية، والفا من 8 ل 13 ذبذبة في الثانية، والبيتا من 13 ل 30 ذبذبة في الثانية، والجاما من 30 ل 100 ذبذبة في الثانية. وعشان اقرب لك الموضوع، لو بصينا بصة سريعة كده على فيديوهات الزلازل المنتشرة هنلاقي فصيلة الزواحف بتسيب المكان فورا اللي هيحصل فيه بركان
او زلزال، وده لان عقلهم بيشتغل بالذبذبه دلتا على فصيله الثدييات زي ما بيشعروا بذبذبات الزيتا، وده عكس الانسان تماما اللي مخه بيشتغل بذبذبات الفا وبيتا، والدقائق او لحظات بسيطه بيشتغل بذبذبه جاما، ودي المسؤوله عن الحالات اللي بنقول عليها خارقه او صاحب كرامه، ودي بتكون زي التحكم في الاشياء او بصيره او بيقرا الافكار، وده طبعا فضل ونعمه من ربنا لعبده لتقويه الغده الصنوبريه عنده بالمخ. وطبعا ده للاسف حاجه ضئيله لو لقيناها بنستهزأ منها، وده لاننا مش فاهمين واصبحنا ماديين ومستهلكين ومجرد سلعه تبعيين لخطه ممنهجه لتدميرنا كبشر من كل حدب وصوب. ذبذبات تشوهنا، تفقدنا المشاعر والشغف، وتعمل اضطرابات ووساوس وقهر وانتحار وغيره، وكل الطرق بس للسيطره على العقول في حاله مكثفه مش مفهومه. واجدادنا المصريون كالعاده ما سابوش حاجه الا وكان ليهم السبق في اخبارنا باهميه ده، لما ناقشوا لينا عين الحق والنصر، عين حورس ومفتاح الحياه، وشكل الجعران والاحبال اللي على شكل تعابين، وحتى مركبه المركبه. عين حورس في الأصل هي رسم تشريحي للغدة الصنوبرية، واللي بدورها بتستقبل وترسل الذبذبات بالمخ. أما الجعران ومفتاح الحياة والتعابين فهي رسوم تشريحية وأحبال كموصلات عصبية هامة للمخ، وطبعا ده باب تقيل قدر أجدادنا يدرسوه يفهموه كويس جدا، واحنا كمان محتاجين نفهمه لأولادنا على الأقل ينقذوا نفسهم في زمن الحروب بلا جيش ده. وهنا يطلع حد يسألني يعني إيه حروب بلا جيش؟ أقول لك زي ما عندنا مرض اسمه الوهم، او انك توهم حد بتعب ما، او تخلي فكرة تسيطر عليه، او انه يتعلق بامل زايف، وكلها ترددات هو بيخلقها وبيستقبلها، وهالة بيرسمها، ومود بيدخل نفسه فيه. السيطرة كمان على وعي الإنسان بيكون من خلال ذبذبات ألفا، ودي بتتفاعل مع كهربة المخ وبتتسجل كموجات ضعيفة في القشرة الدماغية، وبنقدر نقراها في فك شفرة زي موجة الأشعة الدماغية. ولأن تشفير الدماغ من أعقد الأنظمة وأكثرها سرية، ولكن قدر العلماء يفكوا شفرته بالأبحاث السرية المحظورة، وقدروا كمان يزرعوا الشرايح الإلكترونية سواء تحت الجلد أو الموبايلات أو الكابلات اللي بتبقى على الطرق والأحياء عشان يسجلوا الموجات البشرية ويغيروا سلوكنا من خلال بث ذبذبات تأثر على المراكز العصبية للمخ. وده مش خيال علمي، ده كمان كان نوع من الأسلحة الطاقية اللي استخدمت بين الدول لإبادة الجيوش، لدرجة إن الجنود كانوا بيسيبوا مواقعهم بسبب حالات الإغماء اللي كانت بتحصل لهم نتيجة غليان المخ من قوة الترددات العالية. فبشكل أو بآخر الذبذبات دي خطيرة جدا، بتسبب الأمراض وبتعمل حالات اكتئاب واضطرابات، حاجة كده زي طريقة تسخينك للأكل بتاعك في الميكروويف. وهو ده نوع من تغييبنا واستبعادنا لمنظومة التكنولوجيا بكل أريحية مننا، لدرجة إننا مش بنسيب الفون أو الهاند فري من ودننا حتى وإحنا نايمين، على عكس ناس تانية كتير قريبة من ربنا، وناس بتصلي وتعمل خير وتمارين تأمل وريكي وبرانا ومركبة وغيره عشان الطاقة الإيجابية، ودول بيستخدموا فيها حركات معينة بأجسامهم وبيستحضروا روحهم ويصفوا ذهنهم من الأفكار السلبية والشيطانية، وبالتدريج والتدريب هيوصلوا لأقصى نقطة من خلالها هيوصلوا لأبعاد تانية. وملحوظة هنا أنا مش بتكلم على تجار ومستثمرين الطاقة والمجرى من اللي مسمين نفسهم لايف كوتش ومدربين طاقة وبتوع قوانين الجذب، ودول هنعمل لهم حلقة لوحدهم إن شاء الله. ولكن على سبيل المثال وانت نايم ممكن تحلم وتتكلم مع شخص ميت ويحكي لك وتاخد منه معلومات تخصك أو تخص عالمك ومستقبلك، وبالفعل تحصل. وده تفسيره إن طاقتك بتكون قدرت تعدي بعد تاني مع روح تانية وتعرف حاجات حصلت هناك ولسه هتحصل في بعدك انت، وده عادي بيحصل لأن العقل الباطني بيكون نشط جدا على عكس العقل الواعي اللي بيكون في حالة سكون بسبب مجهوده اليومي، وده طبعا لأننا منغمسين في الجسد المادي دون الاتصال الروحي، وده برضو حالة غير الحلم بأنواعه وغير ظاهرة الديجافو. ولكن على سيرة الاتصال فأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وعلى سيرة السجود فالصلاة هي عبارة عن صلة بين العبد وربه بالروح، واللي من خلالها بنحتاج نشحن جسمنا بطاقة عالية زي الوضوء والطهارة والخشوع والذكر والتسبيح، ونصفي ذهننا ونركز في اللي بنقوله، لأن الكلمة لوحدها ليها تأثير طاقي قوي، وخصوصا لو طالع من القلب بيقين. ده غير ان القول الحسن والتفكير والتدبر الإيجابي ربنا حسنا وأمرنا بيه. أما تأدية الجسد في حركة الصلاة فطبيعي معدلها هيكون أبطأ عكس الصلاة اللي بسرعة، وزي ما بيتقال لنا نقر غراب، وده عشان نقدر نفرغ الطاقة السلبية بملامستنا الأرض ونشحن
بنشحن مراكز الطاقة الإيجابية فينا عن طريق الركوع ومراكز الإدراك والتحكم بالناصية من خلال السجود والدعاء بيقين وخشوع، وده لأننا في حالة إقرار وتسليم تام لله، وده هو الجانب الروحي في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا. أما كليب الأعلى فبيكون معانا الصيام، وده أعلى أنواع الطاقات، وده لأننا بنبعد عن أغلب الطاقات السلبية زي الجدال والغضب والمشاحنة والحقد والحسد والغل، والبعد عنهم كلهم بينظف الجسد وبيفلتر مراكز الطاقة السفلية المتحكمة بمراكز الشهوة زي الأكل والجنس. وطبعا كل ده مستمر معانا لحد ما تيجي لحظة الفطور، واللي عندنا بنستخدمها غلط وبإسراف، وبننزل دب في الأكل، إيش محمر وعزومات، وطبعا دي كلها بتزود الطاقة السلبية لاختلاطها بطاقة دم الحيوان، على عكس الأكل النباتي الصحي بيمدنا بالإيجابية، وده لأن طاقته الهواء والمية وبس. وهو ده نفسه اللي بيتبعوه الرهبان والأولياء وبنقول عليهم خوارق وصفاتهم الزهد، وهي دي الكرامة اللي بتوصلهم لأقصى طاقة توديهم لأبعاد ومسافات تانية يتحكموا من خلالها في أشياء أو يشوفوا حقائق أو يأثروا على الناس والكائنات بالخير. وطبعا على الرغم من ان صلاتنا حركاتها سهله وبسيطه وليها اوقات معينه، الا اننا لا بنقومها ولا بنؤديها بشكل سوي يفيدنا، وعشان كده اصبحت لا بتنهينا عن الفحشاء ولا المنكر، وحتى لو صليناها بنكون مشتتين لاننا في سجن الجسد وارواحنا محبوسه. احنا عندنا سلوكيات وعادات بنعملها في يومنا بتاثر سلبيا علينا، زي وضعيه الاساس في البيت بتخليه مشحون ومتوتر، او ان باب الحمام يكون مفتوح ل 24 ساعه، وهدومنا متعلقه جوه بالايام، او حتى هدوم في ميه متسابه بالليالي، وحتى لبسنا بقى ماركات بوليستر رخيصه بدل القطن والكتان اللي اصلا بيمتصوا الطاقه السلبيه، والمراتب بقت اسفنج صناعي، والبطاطين بقت قطيفه، ده غير نومنا والفون على الشاحن والاجهزه شغاله من غير ما نشيل الفيش، وكمان نومنا بقى بالجينز مش الهدوم الفضفاضه الواسعه. ونفس الكلام ده في ناس بتدفع الاف الدولارات عشان تبات ليله واحده هاديه من غير اي هموم ولا تفكير ولا وسائل تواصل زي ما في فندق سيوه. والسر ورا كل ده طاقه الانسان الداخليه والقوه الروحيه يا ماهي. فالإنسان عنده 12 حبل جيني، واللي بنستخدم منهم 2 بس، والباقي غير مفعلين، حتى مخنا بنستخدم منه أقل من 1% من قدرته المهولة. والحقيقة أنهم بيرسلوا لنا ذبذبات من كل شيء كفيلة تعطل ال10 أحبال الجينية وبتضعف مراكز الطاقة، وبالتالي استخدامنا لمخنا والإشارات الكهرومغناطيسية بتكون أضعف، وهم فعلا عايزيننا كده محبوسين، لان تقويه الطاقه دي لو اتفعلت هتشغل باقي الاحبال وهتتسع الهاله، والمخ هيشتغل بدرجه قصوى، وهنا هيحصل العجب زي ما بيقولوا الانسان هيبقى السوبر هيرو. وهنا انا بتكلم حقيقي مش مجازا زي الافلام مثلا اللي بتحرك وتتحكم في الاشياء عن بعد، او زي ما في ناس في اماكن شعبيه مثلا بيتعمل معاهم سبق صحفي، زي اللي بيجر العربيات بشعره او بجلده، او بيتني العملات المعدنيه والحديد، او بياكل ازاز، حتى اللي بيكسر الحجر بسيف ايده، او بيمشي فوق النار او عربيه تعدي من فوقه، او حتى اللي بيعمل عمليات حسابيه معقده في اقل من ثانيه، وغيرهم كتير جدا من الامثله. وعلى الرغم ان كل ده تكوينهم الجسماني برضو زينا عادي، الإجابة هي الطاقة الروحية والداخلية اللي لو اتفعلت بشكل صح وقتها بس هتستقطب طاقة الكون من حواليك وتأثر بيها على أي طاقة، أي شيء تاني في أي بعد وأي مكان. وكل ده وأكتر فقط بيعتمد على الأحبال الجينية المعطلة والغدة الصنوبرية المتوقفة ومراكز الطاقة المشوهة. والتوقف والتشوه ده سبب الموسيقى والأفلام والأغاني والسحر والأجهزة الحديثة اللي بتوقف استخدام العقل فيصدي بدل ما نشغله ونمرن الأحبال المتوقفة. ودي كمان صوروها لنا أجدادنا بالرسم التشريحي زي ما قلنا من شوية، ولكن نضيف الشفرة الوراثية واللي هي شكل التعابين للموصلات العصبية والجينية للشريط الوراثي، وحتى المركبة بالهيروغليفية عبارة عن مركب فرعوني ميركابا MER وهي ضوء المحطة الدولية الفضائية، والكا KA وهي الروح والطاقة الأثرية، والبا PA هي الجسد وانتقاله الروحي بسرعة الضوء. المركبة من أقوى علوم الطاقة السرية، وعند المصري القديم هي المركب اللي ليها بوابتين من أطرافها زهرة اللوتس، وجسم المركبة بين البوابتين هو الطريق لبعدين مختلفين في الزمان والمكان، واحنا يا عيني كنا بنشوفها أجنحة تحليق وسفر لأماكن بعيدة صعب تفسيرها. والسؤال هنا، هل الإنسان عنده الطاقة الكافية والعزيمة الجبارة أو حتى الوقت إنه ينفض الغبار ويركز في استخدام عقله ويقلل من كونه بقى أسير لأجهزة وترس في نظامهم وملهي في الدنيا والشغل والمشاكل واللي بيبات فيه بيصبح فيه؟ يمكن الموضوع يبان معادلة معقدة وصعبة، لكن مش مستحيلة، لأن قولا واحدا الأمانة حملها الإنسان، والموضوع عايز
تريث ووقفة مع النفس كده، ويقين كبير وخشوع من القلب والرجوع لله واخد خطوات جذرية، ومع الوقت هيقدر يحد من المؤثرات اللي اتحكمت فيه. والخلاصة، الناس اللي كانت خايفة من الحفلة وطقوسها وحالات الانتحار الجماعي اللي بتحصل بسبب تأثير الذبذبات الصوتية على الروح، وسواء بقى اتلغت أو حصل تكذيب للقرار ده، فده لوحده بلغة الكرة زي الهجمة المرتدة، عشان فضحت لنا الأفاقين من الفنانين والإعلاميين وغيرهم. وفي الآخر زي ما في إدمان مخدرات وألعاب وتاتو وفلاتر، وفي إدمان موسيقى وغيره، برضو على الصعيد التاني في عندنا ناس بتحضر حلقات ذكر وابتهالات بتغسلها من جواها، وده طبيعي عشان لازم يكون في ده وده عشان التوازن. هم جايين ينشروا طاقات سلبيه ويقدموا كرابين بشريه لكبار شياطينهم، مش عشان يفتحوا بوابه سفليه تحت الهرم، لان مفيش بوابه سفليه عند الهرم بالمعنى اللي عند الناس، بل عشان يفتحوا باب مدينه عون. وهنا في ناس الوعي عندها زاد واقترحوا اقامه حفلات انشاد ديني عند الاهرامات، وده اللي كانوا بيعملوه اجدادنا هناك وبالمساجد وحتى ليله القدر، ناهيك ان لا اماكن المساجد ولا مواقيت الاحتفالات بتكون كده شيء عبثي، بل ان غرضها الحقيقي هو اتحاد تام وتناغم الذبذبات الصوتيه مع موجات الكون لتغذيه الروح بالنور المطلق وتحررها بتمام نور الكمال، فتكون انت الكون زي ما قال سيدنا علي، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم كله. فما تخافوش على المحروسه والحراس، مش محتاجين اللي يحرسهم، ومفيش شر بيكمل، وهم جايين يحققوا اقوى علو يقدروا يعملوه. وقيل من راك، لكن مش هيقدروا يعملوا اي حاجه، لان الاهرامات مفيش عندها لا طاقات ولا اهل شر بيقعدوا حتى وهي مجرد احجار ليهم، ولكن الرؤيه على قدر الرأي، وهم في الحقيقه حراس الخارج. وحفله القرابين البشريه بتاعتهم دي بلح، مش هتأثر بشيء، كله هباء منثورة، ومفيش حاجة بتحصل في مصر إلا بإذن الله، حتى اللي بيحاول الماسون يعملوه، وكله بيؤدي لنتيجة واحدة بس، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فما تقلقوش وما تخلوش كلامهم يبث فيكم طاقة سلبية، ودي سياستهم، فرق تسد، والتفرقة هنا هي التلاعب بالنفوس ونشر الرعب والخوف والبلبلة، فلا تيأسوا واعتصموا بحبل الله. انا كده خلصت، كنت معكم انا دينا البنا. لو الحلقه عجبتك ادعمنا بنشرها، وما تنساش تسيب لنا لايك وكومنت. سلام.